عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد معاكم يا جماعة هبة في المطبخ. وقبل ما ابدأ بالفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل العيش اللي هو البيتي في البيت. اول حاجة يا جماعة بتحطي كوباية مية دافية تنزلي عليها بكيس خميرة، وهنا معلقتين كبار سكر، وربع معلقة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وبنزل عليها بايه بقى بعد ما بقلبهم مع بعض شوية ب3 كوبايات دقيق، حوالي نص كيلو. طبعا بتنخليه كويس علشان العجينة يخش فيها الهواء. حاجة نضيفة في البيت انتي اللي عاملاها بايدك. هنا بقى هبدأ اعجن بايدي. زودت شوية مية دافية. العيش بيحب العجن الكتير، معلش هتفضلي تعجني فيه شوية حوالي نص ساعة عجن كده لحد ما العجينة تلم معاكي، والعجينة ما تكونش يابسة، تكون طرية وفي نفس الوقت ما تلزقش. في الاول بتلاقيها بتلزق وبعد كده هتلاقيها تظبط معاكي، بس استمر في العجن. انت شايفاها دلوقتي ملزقه وبعد كده هتبدا تلم معاكي. كل ما تعجني فيها كل ما تبدا تلم. شايفين عملت ازاي؟ ولازم تكون ناعمه وتبدا تفتح اهو. شايفين العجينه عامله ازاي معايا؟ طريه بس ما بتلزقش. وبعد كده هنا حطيت بس على وشها يعني معلقتين زيت كده، وهبدأ اغطيها واحطها في مكان دافي. انا بشغل فرن البوتاجاز يدفى بس، وبعد كده بقفل النار واروح مغطياه كويس، وبحط عليها بعد ما بغطيها بالاسترتش بحط عليها فوطة واحطها في فرن البوتاجاز بعد طبعا ما تطفي النار. هنا اهي بعد ما خمرت ما شاء الله. شايفين الخمرة قد ايه؟ ببدأ بقى اكورها يعني على قد الرغيف اللي انت عايزاه قد ايه. كرة مثلا قد البرتقانية الصغيرة. انا هكور معاكم شوية وبعد كده هبدأ افرد. يا جماعة اللي لسه بيتفرج معايا ما ينسنيش في اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، علشان وتفعيل الجرس كمان علشان يوصلك كل جديد. ان انا كل حاجة بنزلها هتجيلك، بس اهم حاجة تفعلي الجرس. هنا انا كورتها خلاص على الدقيق، وببدأ اخد واحدة واحدة وافردها. في حاجة يا جماعة، يا ريت ما تفرديش الرغيف قوي، يعني ما تفردوش قوي عشان يكون سمكه تخينها شوية وتقب معاكي الرغيف، يقب معاكي. هنا انا هفرده اهو، واحطه هفرش الدقيق واحطه عليه واغطيه طبعا علشان وشه ما ينشفش، واستنى بقى نص ساعة كده بس يبدأ يخمر شوية، وبعد كده هبدأ اسويه. عندك طريقتين، ممكن تسويه في الطاسة على النار او تحطيه في الفرن. هنا انا بفردهم اهم كويس. افرد بقى الباقيين مع نفسي.
واغطيها عشان وشها ما ينشفش، واسيبها شوية بقى تخمر تاني خمرة بسيطة حوالي ربع ساعة. هنا انا بدأت حطيت في الفرن من تحت. انا اشتغلت فرن وطاسة، بس الفرن لقيته احسن ما شاء الله، بيقوم الرغيف مرة واحدة. شوفوا اهو معايا دلوقتي، هو ما شاء الله بيقوم معايا ويرتفع. معلش الكاميرا بتتهز مني لان انا كنت ماسكه الكاميرا بايدي وفي نفس الوقت بحرك الرغيف. اهو زي ما انت شايفه اهو، بتقلبيه بقى على الوش التاني. وهنا برضو جربت مره على الطاسه، تستنى ما الطاسه تسخن وتبداي تحطي فيها الايه، عليها الرغيف، يبدا يعمل فقاقيع كده اهو زي ما انت شايفه، وتروحي ايه قلبان الناحيه التانية لحد ما يرتفع معاكي. وساعات بغطيه عشان يرتفع معايا. وهنا هو ده برضو رغيف كمان، قريت لكم اهو حوالي رغيفين مثلا او 3، والباقيين هعملهم مع نفسي. شايفين ما شاء الله ارتفع معايا اهو. ده شكل بقى في النهاية. متنسيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.